هذه كاينه منها. كاين برلماني جزائري سموه هشام صفر ولا هشام سافر، اللقب تاعه انا ما فهمتهش. المهم هذا هشام هو نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومه الجزائريه. بنت له في راسه بلي يروح يقدم اقتراح امام مجلس الشعب الوطني ويقول لهم يجب تجريد كل واحد معارض للنظام من الجنسية الجزائرية الأصلية. إذا كان هذا الشخص مقيم في الخارج ويقوم بأفعال تضر بمصالح الدولة، يعني أنك مثلا تنتقد تبون، شنقريحة، العصابة، تهدر الفساد تاعهم، تهدر الخماش تاعهم، على حسب شوفه هو بالنسبة ليه بالنسبة للنظام تعارض تهدر، فأنت تضر بمصالح الدولة، مصالح الجينيرو، أو تهدد وحدتها الوطنية. حوجي كي تقول للناس لازم تعرفوا واش كاين، تولي تهدد الوحدة الوطنية، أو يظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ ولائه للجزائر، أو يقدم خدمات أو دعم لدولة أجنبية. أنا مواطنة أمريكية ألتزم بالقانون الأمريكي وولائي لأمريكا، ولائي لهذا البلد التي وفرت لي الحماية وأعطتني الجنسية تاعها وأعطتني فرصة للحياة والمستقبل، وخلت لي فرصة أيضا أني نهدر، تكون عندي حرية تعبير. أنا كمواطنة أمريكية هذه الجنسية هنا لا تعني لي أي شيء، وغادي نقول لكم علاقتي مع هذه الجنسية ما هي. كاين فرق بين الأصل والجنسية. أنا أصلي جزائرية، هذه حاجة ما نقدرش نحيها. بابا يما أجدادي، أنا من ولاية معسكر اللي هي في الغرب الجزائري. عنديش في الراسة تاعي كاع ناس من خارج الأصول الجزائرية. المهم أنا أعتز بهذا الأصل وأحترم هذا الأصل ولا أنكره نهائيا، بصح هذه الجنسية أنا ما عندي ما ندير بها. أنا ديت الجنسية الأمريكية في 2018، بعدها بشهور في 2019 أنا قدمت طلب التنازل عن الجنسية الجزائرية وبعته ببريد مسجل إلى وزير العدل الحامل الأختان في الجزائر، واستلموه وقدمت لهم فيها نسخة من الجنسية الأمريكية تاعي، وقدمت لهم الطلب ونسخة من جواز السفر، وقلت لهم أنا أطلب من سيادتكم إيعاز ما يلزم من إجراءات لتجريدي من الجنسية الجزائرية، لأنني أريد أن أعامل فقط كمواطنة أمريكية أينما كنت، وليس لي رغبة في العودة إلى الجزائر أو أن يتم معاملتي كمواطنة جزائرية. وحطيت فيها لي ديتاي المطلوبة ووقعتها بيان سور المرفقات الضرورية وبعتها لهم، وقلت لهم هاي لادريس تاعي، بعتولي خبروني بالرد تاعكم. هو لازم يردوا عليك خلال شهرين على ما أعتقد، ما ردوا عليا ما والو، ولكن أنا طالبتها أني لا أريد أن أكون أو أنتمي إلى جنسية بلد يحكموا فيه لي جينيرو الحقارين. لا أريد أن أنتمي إلى هذا البلد، ليس الآن. أنا ماذا بيا كاع المعارضين الجزائريين يديروا دي فيديو ويوروا الجنسيات الزوجة تاعهم، اللي عندها جنسية إسبانية، اللي عندها جنسية بريطانية، اللي عندها جنسية كندية. ماذا بيا كاع هكا تحطوا الباسبور حد الباسبور، الجنسية حد الجنسية، باش الناس يشوفوا الفرق. ما هو الفرق بين أنه تكون مواطن أمريكي وأنه تكون مواطن جزائري؟ والأصل ما يتبدلش على كل حالة، وأنا عمري ما ننكر أصلي، أنا جزائرية، ولكن أن أكون محسوبة على بلد
ولات زريبة يحكمها مجموعة من المافيا المجرمة، فأنا لا أريد. نهار اللي تتسقم الدعوة أعود وأطالب بالجنسية الجزائرية، لأنه عندي كل الأصول التي تثبت أنني جزائرية. مي حاليا نو. درت فينا خير ومزية يا هشام سفر، وكاع المعارضين على ما أعتقد غادي يشكروك وغادي يقول لك بارك الله فيك. سورتو اللي راهم دايرين طلبات تاع اللجوء غادي تساعدهم بيان يقدموا هذا المشروع ولا نسخة منه مع الملف، باش إدارة الهجرة في البلد اللي هم طالبين فيه اللجوء يعرفوا باللي السيد هذا معارض وغادي تسحب منه الجنسية. وين غادي يولي بدون. خدمة جليلة، شكرا لك. تفاصيل تاع هذا المشروع المثير للجدل في الجزائر تقول لك من حيث الإجراءات كيفاش زعما يتم تجديدك بالجنسية الجزائرية. يبعثوا لك إنذار بالتوقف عن الأفعال المنسوبة إليك في أجل لا يتعدى 60 يوم. مثلا أنا كيما ماريا موري يبعثوا لي وينشروها في الصحف وينشروها في المواقع الرسمية ويقول لك نحن نطالب ماريا موري بالتوقف عن نشر فيديوهات والتكلم ضد النظام الجزائري وانتقاد المنظومة تاعنا وانتقاد تبون حفظه الله إلى آخره إلى آخره، مع تبليغه بالقرار بكل الوسائل القانونية الممكنة بما في ذلك النشر في الصحافة أو الإخطار الإلكتروني، وتمكينه من تقديم ملاحظاته ودفاعه. يقعد يرد عليكم في الفيديو، انتم تبعتوا لها اخطار، يعني انتم تبعتوا لي اخطار نجي انا ندير لكم فيديو. كما نص المشروع على امكانيه استرداد الجنسيه بعد مرور 24 ما عندي من نو ميرسي. نو هادوك كي يروحوا لي جينيرو كي يسقط النظام وكي الجزائريين تولي عن تعود لهم الكرامه تاعهم الاصليه تما كي نهضروا على الجنسيه. اما الان فانا يكفيني هاد الجواز الازرق بعد مرور 24 شهر على الأقل من تاريخ تجديد منها، في حال زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء. يعني لكن عاود تولي تتشكم إلى الدولة تقدر تطالب بالجنسية تاعك. هذه هي القوانين اللي الجزائر بحاجة إليها هذه الأيام. سحب الجنسية من المعارضين الجزائريين كيما لقاو ما يديروا كاع، خلاص كملوا لهم كاع الوسائل. جربتوا الاختطاف، جربتوا التهديد، جربتوا الذباب الإلكتروني، جربتوا الكذب، جربتوا التشهير، جربتوا كلش، حتى حاجة ما نفعت. دروك زعما هذا بالنسبة لكم سلاح. نحو جد بابها هذه الجنسية، نحوها، تا واحد ما غادي يبكي عليها. كاين على كل حال ناس انتقدوا هذا الاقتراح، هذا مشروع القانون. من أبرز المنتقدين هو عبد العزيز رحابي وزير الاتصال والسفير السابق. اش قال لهم؟ قال لهم يعني هذا القانون سمحوا لي خارج الزمن. باسكو اللي كان غادي ديروا كيما هكا راكم تقولوا لارواحكم بلي نتوما عندكم نزعه شموليه وديكتاتوريه. هذا هو النظام في الحقيقه، هذا هو الجزائر فعلا دوله ديكتاتوريه. وقال لهم ان الجنسيه حق طبيعي لا يمكن التشكيك فيه لاسباب سياسيه وامنيه، مؤكدا ان اي طفل يولد لاب او ام جزائريه هو جزائري بالكامل ولا يجوز حرمانه من هذا الحق. وتوسعت دائرة الرفض لتشمل محامين وحقوقيين بينهم مقرن آية العربي الذي حذروا من المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين ومن خطر استخدام النص ضد منتقدي السلطة. هو ندير أصلا باش الناس يخافوا، يعني سحب الجنسية الجزائرية الآن أصبح سلاح تخويف المعارضين زعما.